ما بين الزيرو والواحد، عوالي تاني. الوشوش شبه الوشوش، بس الحقيقة غياب. والصورة لو كدبت نفتح للنور 1000 باب. احنا معاد ميزان الحق في كفوف ايدينا، في زمن الزيف عقلنا سابق عينينا. نكسر شفرات الحياة ونكتب أكواب حلمنا، ونصح الضمير في عز نوم الدنيا، في عز نوم الدنيا. ادينا عملنا الشاي وبنشربه وقرب يخلص. فهمني بقى، ايه علاقة اسمك بالبنت اللي حبيتها دي؟ ويعني ايه يبقى المهم تعرف هي من بيت مين قبل ما تعرف اسمها؟ استفانيوس ده ما يفهمكش حاجة؟ يفهمني ان ابوك كان كارهك قوي. ده أكيد، لكن مش ده المقصود. انت هتزوم وتقعد سنة تفكر انت طلعت ازاي التاني على الجمهورية، مش فاهم. انا مسيحي يا ابني. اوبا، اوعى تقولي البنت طلعت مسلمة؟ انت شكلك اتعديت من تالية. امال ايه؟ مش فاهم، انا هنكت. هي مسيحية زي اخوها، طلع زميلي في المدرسة بس في ثانوي، وتقدر تقول عليه كده كان بلطجي وبيضرب مخدرات. يا واقعة سودة. بص، احنا نقوم ننام، عندنا بكرة محاضرات مهمة، ونكمل لما نرجع. قوم انت نام، انا هقعد شوية كده وحصلك. احنا حكاية جيل في عز الظلمة، قلبنا هو الدليل. أكبر غلطة بيقع فيها أي مبرمج هي الثقة العمياء في مدخلات المستخدم. لو السيرفر بتاعك بيقبل أي كلام بيتكتب في خانة البحث من غير فحص، فأنت بالشكل ده بتفتح باب للي بنسميه SQL injection. المهاجم هنا مش بيسرق باسورد، ده بيحقن كود جوه قاعدة البيانات نفسها، ويقدر يخلي السيرفر ينفذ أوامره هو، يعني يمسح بيانات أو يعدل نتائج وكأنه هو صاحب المكان. وهل ده ممكن يتم ريموتلي عن بعد؟ ينفع من خلال شبكة الواي فاي لو مركزية. الصلاة على النبي على نبغة الدفعة. أنا ولا فاهمة حاجة، بس لما نقعد هفهمك. في أي حاجة عايزة تقوليها يا ندى؟ أسفة يا دكتور. اسمع يا بسنت، عندك لحد أجازة الترم الأول. جبتي اللي طلبته منك هتاخدي عقد الدعاية اللي انت عايزاه، ما جبتيش هشوف سكة غيرك. انت هتباتي بره كل يوم يا تاليا؟ بذمتك مش كده أحسن يا مستر موافي؟ عشان انت ونوجة تبقوا براحتكم. اتكلمي بطريقة أحسن من كده، أنا أبوكي. أبويا؟ ودي اكتشفتها إمتى؟ عن إذنك. ماما، هو أنت ما كانش ليكي نشاط في الجامعة؟ وإيه اللي جاب الفكرة في دماغك؟ ها؟ ما أنا في الجامعة، أنت نسيتي ولا إيه؟ أنا اشتركت في فريق التمثيل، لكن جدتك رفضت إني أكمل، وإنت عارف جدتك. طبعا، أنت هتقولي لي؟
انت عايز تشترك في نشاط يا عبدو؟ لا لا، أنا يا دوب الوقت بيكفي المذاكرة. الكلية بتاعتنا صعبة قوي. ربنا يقويك يا حبيبي. جبتي كل اللي انت عايزاه من البيت يا تاليا؟ مش كله، بس كده تمام. مالك وشك بيقول حاجة؟ عادي، خناقة صغيرة وأنا نازلة مع السيد الوالد موافي أبو العز، قال يعني مهتم وخايف عليا. ما هو باباكي برضو يا تاليا. لما أبقى أكملك الحكاية أبقى أحكمي. بس الأول تفهميني السحر والتعاويذ اللي اتقالت في المحاضرة. ماشي، نتغدى ونذاكر ونحكي بعدين. مش هينفع أبات معاك النهاردة يا آدم. نرجس أختي والمخفي درويش هيطبوا عليا الصبح بدري. مفيش مشكلة، نخلص مذاكرة وانزل أوصلك. فرصة أتمشى شوية في الهوا. هو ليه محدش من قرايبك بيجي يزورك أو بتروح تزورهم؟ لا، أصل محدش فيهم في القاهرة، قصدي في مصر. أنا مش حشري بطبعي، بس بقى بينا عيش وملح وذكاء اصطناعي، فأنا حاسس إنك مخبي حاجة، وكمان ما بتعرفش تكذب. ما بخبيش، بس بتوجع لما بتيجي السيرة. على راحتك يا آدم، على راحتك. ندى، هو انتي محجبة من زمان؟ لا خالص، أنا اتحجبت وأنا في المطار راجعة مصر. ايه؟ ده أغرب مكان الواحد يقرر يتحجب فيه. تصدقي معاكي حق، أول مرة أخد بالي. أنا عارفة إن عندك حكاية ويمكن صعبة فمش بتحكي. طيب يلا كملي، قوليلي حصل إيه خلى علاقتك بوالدك بقت كده؟ خناقتهم بدأت أول لما بابا عرف إني بنت من السونار، واستمرت بعد وصولي. ومامتك كان رد فعلها إيه؟ الله يرحمها كانت حنينة جدا، وسابت كل حاجة عشان تبقى ليا وبس، وده زود مشاكلها مع أبويا، لحد ما في يوم طلب منها بصراحة تنقل المحافظ المالية وحسابات البنوك تحت إيديه. قال يعني عشان يقدر ياخد القرارات على طول، وإن في فرص بتضيع منه بسبب إنه مش صاحب التوقيع النهائي. ده أكيد كان قرار صعب قوي على والدتك. خالص، كانت بتحبه فعلا وكانت مشغولة بيا، ونقلت كل حاجة باسمه، بس عملت حاجة واحدة في السر ما قالتلوش عليها. ودي بقى عمارتي يا آدم، الروف الجنة فوق، تطلع تشوف؟ شكرا، أنا هتمشى شوية وأروح على طول. طيب، بكرة أنا مش جاي الجامعة، هقضي اليوم مع نرجس لأنها وحشاني، وعارف إنها هتسافر تاني يوم الصبح بالكتير. خلاص، نتقابل عندي بالليل لما يسافروا. موضوع الحساب الخاص بيكي حركة ذكية، بس بتقول إن مامتك بدأت تشك في حاجة. لا، هي كانت حاسة إنها مش هتكمل كتير، وكانت عايزة بعد ما تمشي تبقى مطمنة عليا. الله يرحمها يا حبيبتي. بس يا ستي، نوجة دي بقى كانت صاحبة أمي الأنتيم من وقت الجامعة. إيه؟ احنا معد، احنا حكاية جيل يرسم لكل حلم البديل في عز الضلمة، قلبنا هو الدليل، والعدل لو يوم غاب بكرة لينا أكيد هيميل.